ليش اختارتك داعش من بين كل الجميلات ودعتك لجهاز النكاح؟ اول شيء مره لما بلش هذا الموضوع ضحكت، انه ضحكني الموضوع. هو الموضوع ما بيضحك، يعني هو نزعه فتكت بالعالم العربي، وبتمنى ورح وان داي تنتهي، مثل غيرها من المنظمات الارهابيه انتهت وما بقى سمعنا عنها ولا شيء. فجأة بيموتوا كلهم يعني وبيخلص كل شيء، خلص الفيلم يعني، خلص الفيلم. مثل ما بيحطوا لنا اياها بيتعذبوا ليشيلوها، لانه هن بفكروا انه حطتها وشايلتها هينه للخبريه، لا هن بيزجوا للناس وبيحطون لاغراض معينه، لما يشوفوا انه ما بقى قادرين يسيطروا عليهم كيف بدهم يرجعوا يشيلوهم. تساليني لإلي على هذا الموضوع، انا بتاسف اني اكون موجوده لما بيكون في نزعات متعصبه ارهابيه بهذا الشكل. طيب مايا، يعني هي تهمه المراه الجميله والمثيره اصبحت، يعني لما بيقولوا عنك هذا الشيء وبيتهموك بهذا الاتهام، هيدا اليوم يعتبر الجمال اصبح تهمه، والجسم الحلو تهمه، والاثاره تهمه؟ هو تهمه على قد ما انه نعمه. يعني هي المراه الجميله دائما عندها صفات بتلحق فيها بس لانها جميله، ما حدا فكر انه ليه بده يقول عن اكس هيدي الكلمه وهي لا تستحق. بينما في ناس تانيين بيعملوا اكثر بكثير بكثير بكثير، ما حدا بيشارك. جرحتك هالكلمه؟ لا حذري، شو انا اللي بخوفني هالوقاحه. يعني في وقحنه بالتعاطي انه نحن الاقوى والانفذ وال ونحن ندعوك بكل بساطه يعني لانه مرضى نفسيه. ما هو في واحد ممكن يتصرف بهيدي الطريقه او يكون ينتمي الى هيك منظمات غير اذا كان مريض نفسي اكيد. ويتعاطى كل شيء بالحياه ليقدر الانسان تيقدر يروح يقتل غيره، وهو عم بيقتله يعذبه. هيدا انسان مريض يتعاطى المرض والمخدرات على انواعها ليقدر يوقف على هيك اجرام ويتصرف بهيدي الطريقه.